مساكم الله بالخير. سر من الأسرار اللي ساعدتني على التغيير في الحياة. أشاركك هذه التجربة بكل حب ولوجه الله سبحانه وتعالى، ولعلها رسالة أذكر بها نفسي وأفيدك فيها بعد الله. كنت في أوقات سابقة، طبعا أنا مؤمن بوجود الله، مؤمن بعظمته وقدرته، بس كان توجهي لله سبحانه وتعالى كل مرة أقرب فيها إلى الله ما أشعر شعور السكينة والطمأنينة والخشوع إلا بنسبة بسيطة جدا. أحس أن المخاوف كانت تغلبني أكثر. في هذه اللحظات كنت أتساءل ليش؟ وجدت سبحان الله، يعني لما حتى تسأل الله عن مشكلتك الله يلهمك الله سبحانه وتعالى، يجيك شعور أو يجيك فكرة أو يجيك تلقى فيها الإجابة. فالإجابة كانت أني كنت أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأنا محمل طلبات، شايل هم نفسي وخايف على المستقبل، وأبغى الدنيا وأبغى البيت وأبغى السيارة والزوجة والأولاد وأبغى رايح لله بطلبات. فألهمني الله سبحانه وتعالى أنه في عباد لله مخلصين يحبون الله لله. موضوع الدنيا أن الله يعطيك إياها ترى أمر بسيط، الله أعطى الكل، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ما هو مشكلتي أني آخذ في الدنيا، لأنها أنا يوم من الأيام راح أغادر. فوجدت أن توجهي لابد أن يكون إخلاص، رايح لله بدون شروط وبدون قيود، محبة وإخلاص وعبودية. تعرف شعور اللي المشتاق، تعرف شعور اللي متعلق بشيء يعرف أن هذا الشيء هو أمانة وهو رجاءه وهو قوته وهو عزته، الله سبحانه وتعالى. بعد ما توجهت إلى الله سبحانه، خليت طلباتي، خليت أمور حياتي، تركتها، قلت لا، أنا الآن أتوجه لأن الله أعطاني أصلا أشياء من غير ما أطلبها. أنا أشغلت نفسي بأمور أصلا تافهة، المفروض أنا أتركها هي أولا، أرتب أولوياتي. أول الأولويات العلاقة الطيبة مع الله. بعد ما صرت أتوجه إلى الله بهذا الإخلاص وأسأل الله، سبحان الله العظيم، أول الشعور سكينة تغشاك يا أخي، شعور لا يوصف، شعور تحسه ما توصفه، ما تقدر توصفه. كل ما كنت مخلص مع الله، كل ما، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص، نتوجه لله بإخلاص وبحب وتعظيم، شعور الخوف والرغبة والطمع والخشية والمحبة والتعظيم والثقة بأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ودود، رحمن رحيم. يعني أسماء الله الحسنى تدفعك، بس إحنا نبغى نشيل أثر الذنوب والسيئات اللي جعلتنا يعني لا نرى الحقيقة. البعد عن الله يجعلك تتعلق بالناس، تبحث عن الحب عند أحد، تحس أنك دائما محتاج أحد يفهمك، محتاج أحد يكلمك، دائما الشيطان يقودك الأشياء، ما أنت تقدر تتحكم في مشاعرك، غضب شديد، خوف شديد، توتر، يعني خروج عن النص. ليه؟ لأنك بكل بساطة، أو أنا أكلمك عن نفسي مثلا، كنت في وقتها بعيد عن الله، أو كنت في الظلمات، عايش الحياة كذا بعشوائية، ما عندنا أهداف، ما عندنا رسالة، ما عندنا انتماء لله خالقنا. أنا ما أقول لك اعبد الله يعني بالمفهوم القديم هذاك اللي بعضهم يقول، ما هم فاهمين معنى العبادة. العبادة أنك تستمد كل شيء من الله، تحب الله لأن الله يحبك، لأن الله، في ناس ما هم مصدق أن الله يحبه، ما هو مصدق، فعشان كذا دامه ما هو مصدق، ما هو مؤمن، خلاص يعني هذا استحقاقك يا أخي. حتى في الأهداف لما تكلم في ناس تستغرب منهم، تقول له ترى ممكن الله يساعدك يغير لك، صح، ولكن يتبجح بجاحة مع الله. اي صح الله قادر، لكن يا أخي لازم تسوي ولازم تفعل ولازم. طيب يلا روح سوي وفعل. سنين ما قدر أسوي شيء. ليه؟ جعل مع الله إلها آخر. اترك كل شيء الآن، احنا في أيام فضيلة، توجه لله بحب وإخلاص، شوف الشعور اللي بيجيك واستمر. الشيطان ما بيخليك في البدايات بس تعبه،
الله سبحانه وتعالى يقول إنما الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. إذا خرجت من الظلمات إلى النور تبدأ أنت نفسك تنفر من كل شيء سلبي سابق في حياتك، ذنوب، سيئات، خلاص تبدأ تتعلق، تذوق حلاوة الإيمان، تذوق حلاوة العلاقة مع الله. يعني الدين والعلاقة مع الله ما هي بالشكليات بالمظاهر. يا رجل، يا أخي الكريم، هذا شعور، يا أخواني جميعا، هذا شعور تعيشه، ما هو وتطبق قوانين الله، تطبق، تقرأ القرآن. كل ما استغفرت أكثر، كل ما قرأت قرآن أكثر، كل ما قربت إلى الله أكثر بحب. لا تجعل الموضوع كقيود عليك، أروح أسوي الشيء هذا علشان مقابل، أخذ في المقابل. ما هي مقايضة، إحنا ما نقايض الله، إحنا نحب الله بإخلاص بتوجه. حب الله والله بيعطيك الدنيا كلها من حيث لا تعلم، لأنك جعلت الله أولا. هذا اللي نحتاجه، نبغى نتوجه إلى الله بمحبة، نشيل كل الأفكار السلبية الأولى. في البداية ممكن تحس بصعوبة، الشيطان يحاربك، لكن لا، اسجد واقترب، اسجد واقترب. أيام فضيلة، أيام نحتاج نفصل بأنفسنا ونخشع. اليوم أقرأ سورة البقرة، شدتني آية سبحان الله العظيم. أقرأها كل مرة، بس أحيانا في بعض الآيات تستوقفك، كأنك يعني أول مرة تقرأها، وكأنك فهمت فيها شيء، كأنها توصل لك رسالة. الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر اللي هو الصبر الجميل، الصبر الواثق، ما هو صبر الخايف، الصبر اللي أنا مغصوب على الموضوع هذا، أنا تعبان. لا لا لا، الصبر الواثق بالله، الصبر الجميل. واستعينوا بالصبر لاني واثق بالله ووجود الله، والله موجود، فانا صابر مطمئن لاني عارف اني راح اوصل والله معي. ما هو الصبر الثاني اللي تعلمناه على المشقة والعناء لا لا. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا، شوف استثناء، الا على الخاشعين. من هم الخاشعين؟ في الآية اللي بعدها مباشرة: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اللي يعرف انه بيلاقي الله وبيرجع الى الله بيخشع، بيرجع، بيصلي. بس يعني هذه رسالتي اليوم. يومك سعيد، كونوا بخير، في أمان الله.